لو عندك خشونة متقدمة أو ضعف في عضلات الركبة، في الفيديو ده هقولك على شوية تمارين تعملهم عشان تقوي العضلة الرباعية. التمرين الأول إنك تنام على الأرض وتفرد وتتني ركبتك لقدام، تضم ركبتك عليك وتفردها لقدام تاني. ده التمرين الأول زي ما انت شايف كده، تنام على ظهرك على الأرض وتتني وتفرد ركبتك قدامك رايح جاي، تتني وتفرد ركبتك قدامك، ده بيقوي العضلة الرباعية. التمرين التاني ان انت برضو تنام على ظهرك على الارض وتحط زي كلكوعة فرش او مخدة ورا ركبتك زي ما انت شايف كده، وتشد صوابع رجلك لفوق، تتني وتفرد ركبتك وتشد صوابع رجلك لفوق. ده برضو بيساهم ان يقوي العضلة الرباعية ويشد عضلات الفخذ جامد. ده التمرين التاني اللي بيقوي عضلات الركبة. تقوية عضلات الركبة بيساهم في علاج الخشونة. التمارين دي عادي ممكن تعملها في البيت، بس طبعا توريها للدكتور بتاعك قبل ما تعملها. التمرين التالت بقى وانت قاعد على كرسي، تقعد على كرسي وتفرد وتتني ركبتك قدامك زي ما انت شايف كده. تقعد على كرسي، رجلك ركبتك تتفرد لقدام كده وتتنيها. ده برضو بيقوي العضلة الرباعية. العضلة الرباعية دي هي أهم عضلة بالنسبة للركبة. أهم عضلة بالنسبة للركبة هي العضلة الرباعية، هي دي اللي شايلة الركبة. تقويتها بيساهم في علاج الخشونة ويساهم في تقوية العضلات بتاعت الركبة بعد الإصابات. التمرين الأخير زي ما انت شايف كده برضو على كرسي، ان انت تربع ايديك قدامك، تربع ايديك وتقعد وتقف، تقعد وتقف على الكرسي، تقعد وتقف على الكرسي سكواتنج، يعني شبه السكواتنج. ده بيساعد في تقوية عضلات الركبة وعضلات الفخذ وبيقلل الآلام الإصابة بالخشونة. تعمل التمارين دي يوميا، ولو عندك أي إصابة في الركبة بس طبعا تعرض الموضوع على الطبيب المعالج الخاص بيك.